يا هاني ما ردتش عليا في الحوار يعني. يعني ارد عليك ازاي قدام امي وانت عمال تحرجها بالكلام؟ هقول لك ايه انا يعني؟ ما تخلي اخواتك ما اي حد من اخواتك يشيلها شويه. انت عندك ما شاء الله 4 اخوات امك، ما تخلي حد عنده ما دم. انت عارف ان محدش فيهم عنده دم، ولا حد فيهم هيشيل امي، ونساوينهم اصلا هي اللي بتعمل كده. يعني وانا انت اللي انت اشيلها في انت الاخر. متقل، ما انت بتحب امي يا عم. ايه مشكلتك؟ زهقت مليت؟ ده قعدت عندنا 6 شهور بس ما كملتش. علاجها قاطمني. علاجها لوحده ب 5000 جنيه ولا 6000 جنيه يا هدير، وانت عارفه انا قبضي كام في الشهر. طب يعني اعمل ايه؟ طب يا عبد ارميها طب في الشارع؟ لو ده هيريحك اطلع اطردها يا عبد. انت حلوه تبقى مبسوط كده؟ ما قلتش حاجه، بس حد اخواتك حتى يبقى عندهم دم ذره ذره. ومحدش بيسأل فيها. ومحدش بيسأل فيها، هنعمل ايه؟ هنخليهم غصب عنهم؟ طيب هنعمل ايه؟ محدش بيسأل فيها. فالحين بس يجوا كل اول شهر ازيك يا ماما مش عارفه ايه كويسه، طب فين بقى المصروف بتاعنا او الشهريه بتاعتنا، وياخدوا المعاش ويمشوا. وانا اللي اتحط في المشاكل تاني. ادي انا قبض 7000 جنيه، قبض لوحده 7000 جنيه. هقول لك على حاجه، وصلي على النبي. عليه الصلاه مش عشان والسلام. امي، والله العظيم ما عشان امي. اكسب فيها ثواب يا عبد. انا عارفه ان انت ابن اصول وجدع. والله العظيم اما تراضيها وتجيب لها علاجها وتعمل ده كله، ربنا هيراضيك وهيفرح قلبك وهيسترها معاك وهيزود لك الرزق بتاعك. انا ما قلتش حاجه يا هدير، انا ما قلتش حاجه، وعارف ان ربنا هو اللي بيكرم. عشان اللي انا بعمله ده ربنا بيكرمني قصاده. بس مش عارف اضطر انزل اشتغل شغلانه تانية كمان بعد خلاص شغلي هنزل اشتغل عشان انا في اشيل مصنع. المصاريف هشتغل انا كلها. في مصنع، ما تشغلش بالك بحاجه. ومين اللي هيراعي امك الصبح يا هدير؟ مين اللي هيراعي امك طب الصبح؟ يعني هعمل ايه طيب؟ بالله عليك والنبي خليها تمشي زي ما هي ماشيه ببركه ربنا، ونقول يا رب وسيبها على الله وكله على الله. يعني لما اخواتك يجوا اول الشهر، النهارده 25 ولا 26، لما يجوا اول الشهر احرجهم بقى واقول لهم ما تجوش هنا تاني؟ احرجهم اللي انت شايفه يا عبد اعمله. عشان خاطر امك. انا مش زعلان، انا مش زعلان من امك. امك عمرها ما زعلتني، بس المصاريف بقت تقيله عليا. مصاريف البيت وعلاج امي غير العيال ومصاريف البيت. خلاص حقك عليا، انا هتصرف. حقك عليا. حاولي تكلمي مع اخواتك حتى ما يجوش ياخدوا المعاش بتاعها. تاخدي من امك المعاش بتاعها، هاتي لها العلاج بتاعه وعيني لها الباقي. وعيني لها الباقي. انت مش عارف هقول لك اخواتي هاخده. كلاب، اخواتي كلاب بينهشوا فيها وهي حيه. يعني اعمل ايه؟ سيبها على الله، ربنا ما انت هيدبرها زي ما المركب تمشي يا عبد هنمشي معاها، وسيبها على انا ما الله. رضيتش اتكلم عشان اخوك الكبير خد شقه امك. خد شقه امك وطردها منها، وما رضيتش اتكلم وانت اللي منعاني. معلش كله عند ربنا. ما نتعاملش معاهم بنفس معاملتهم، كله عند ربنا، سيبها على الله. حاضر يا هديه، عشان خاطرك انت بس هستحمل. هستحمل وهنزل شغلانه، هنزل من بكره اشوف شغلانه من بعد شغلي. انا بخلص شغل الساعه 4، انزل اشوف اي شغلانه لحد الساعه 12 واحده بالليل. ماشي يا عبد. ماشي يا هديه. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب.